السلام عليكم. اليوم عندي لكم واحد السؤال بسيط ولكن غادي يخليك تفكر مزيان. واش عمرك فقتي الصباح حسيتي براسك ماشي مزيان، عيان، ولا بحال انت ماشي هو انت؟ بحال شي حاجه تبدلات فيك، ماشي في شكلك ولكن في الداخل ديالك. اليوم غنحكي واحد القصه اللي غريبه بزاف، كاين الصراحه ممكن تكون قريبه لينا اكثر ما كنظن. القصه ديال واحد السيد سميتو غريغور سامسون. واش هو بطل ماشي واحد خارق ولا شي حاجه؟ لا، وغير واحد دري عادي خدام دار مع الحياة، كيخدم باش يخلص الديون ديال العائلة ديالو، كيعيش واحد الروتين اللي يمكن بزاف ديالنا كيعيشوا بحالو. واحد الصباح غيحل عينيه غيلقى راسو تحول، ماشي تبدل في المود ولا تبدل في الحياة، ولا تحول حشرة. المشكل الكبير ماشي هو التحول، المشكل هو ردة الفعل ديالو. حيت أول حاجة فكر فيها ماشي اش وقع ليا، واش غيمشي عليا الوقت ديال الخدمة. هذا هو الكابوس الحقيقي اللي فعلا كان كيعيش. السلام عليكم، معكم مهدي، حلقة جديدة. اليوم غنهضروا على واحد الكتاب ديال كافكا، كتاب ديال رواية المتحول. رواية زوينة ونتمنى انها تعجبكم. نبدأ. دابا تخيلوا معايا المشهد. غريغور فايق، ممدود على ظهره، مقادرش يتحرك. رجليه ولاو صغار بزاف كيتحركوا بوحدهم بحال ماشي ديالو. كان عنده جوج رجلين ولا عنده بزاف. كيحاول يتقلب، كيتعذب، كل حركة كيحس بها ثقيلة. وفجأة، غريغور واش فقتي؟ الأم ديالو كتعيط ليه وهي معصبة كتفيق فيه. من بعد الصوت ديال باه شو هو معصب، شوية كاختو كتسول خويا فقتي. هو باغي يجاوب، لكن ملي حل فمو خرج صوت ماشي صوت ديال بنادم، شي حاجة ما نعرف، الزرزير ديال سرق الزيت ولا شي حاجة. هو كيسمع راسو عادي، يعني ما على بالوش. هما ما فاهمين والو، وهنا بدا التوتر كيطلع. ومن بعد كيوقع داكشي الصراحة اللي كيخليك تحس بالقهرة وبالداك الحال المسكين اللي كان عايش فيه داك السيد. انه المدير ديالو جا حتى للدار، تصوروا معايا، غير تعطل شوية جا المدير عنده حتى للدار وكيقلب عليه. هنا غريغور كيقرر خاصو يحل الباب بأي طريقة. كيزحف، كيتعذب، كيستعمل فمو باش يدور المفتاح حتى كيحل. شوية سقي، وهنا كتصدمة. الأم كتبدا تغوت، عارفة الأم ما صبراتش. المدير ضربها بهربة بحال شاف شي وحش. والأب ما تشوكا، ما شاف ولدو، ما قال ولدو شنو وقع عليك ولا هذا ولا. شد واحد العصا بدا كيدفع فيه، كيدخلو لبيتو بعنف حتى تجرح. في ديك اللحظة غريغور فهم واحد الحاجة قاصحة، راه ماشي تبدل غير الشكل ديالو، راه حتى المكانة ديالو في العائلة مشات. دابا غريغور ولا عايش بوحدو في بيت مظلم، كيتخبى تحت الكنابي، كيخاف حتى يبان. الماكلة ما بقاش يقدر ياكل بحال قبل، ولا كياكل غير البقايا، الخضرة الخاسرة، داكشي. الحياة ديالو ولات غير بقى وتنفس. الشخص الوحيد اللي بقى فيه شوية ديال الإنسانية وداكشي هي ديك ختو. كتدخل عنده، كتجيب ليه شوية الماكلة، حتى هي بشوية بشوية ولات كتبدل، ولات كتعيا، كتمل، ولات كتشوفو عبء عليها. جات ديك اللحظة الصراحة اللي لحظة قاسية بزاف. اللي غريغور خرج من بيتو، خرج حيت توحش مو، ولكن بواه فاش شافو غضب بواحد الطريقة مرعبة. شد واحد التفاحة وشير عليه بها، شير عليه بوحدة جوج ثلاثة حتى وحدة دخلت ليه في ظهرو وتما وبقات تما. تخيل تجرح وما كيتبراش داك الجرح، وبقى داكشي كيتعفن. والتفاحة ماشي غير جرح، التفاحة رسالة باللي أقرب الناس ليك قدر يكونوا أكثر الناس يجرحوك. من تما غريغور بدا كيموت بشوية بشوية جسديا، ولكن حتى نفسيا. الأيام دازو والوضعية تزادت، والعائلة ولات كتخدم، ولات كتشوف غريغور غير مشكل.
حتى واحد النهار بلا ضجيج بلا وداع كريغور مات بوحدو في الشومبر. حتى في اخر لحظاته كان كيفكر في العائله ديالو. دخلات اختو شافتو وبكل برود قالت راه مات. ورد الفعل ديال العائله ديالو ما بكاوش، ما بقاش فيهم. خرجوا كيتمشاو فرحانين كيخططوا للمستقبل، كيهضروا على زواج البنت وكأن داكشي اللي مات ما كانش حتى انسان. دابا السؤال الكبير، القصه واخا هي حزينه شويه ولكن راه فيها رساله مهمه. علاش كافكا كتب هاد القصه؟ شنو بغا يوصل لينا؟ واش كان كافكا بالفعل يعني هاد القصه كان كيعيشها؟ كافكا كان خدام في واحد الخدمه. هاد الكاتب هذا اللي خصنا نعرفو، الكاتب كان هو تشيكي عايش في المانيا. كان واحد الانسان خدام في واحد الخدمه وكان العلاقه ديالو مع باه كانت شويه مرونه، كان ما عندوش مع باه. وهاد الانسان هو الكاتب عجيب، وما ديما كتبتو دايره هكا كتلقى فيها ديما ديك القسوه كيعبر عليها بواحد الوضوح، وكيبين لك ديما داك البطل ديال القصه كيكون بوحدو وكذا. هو باش نفسروا الحياه ديال الكاتب كان خدام في واحد الخدمه اللي ما كيحملهاش، محاصر بالبيروقراطيه، حاس براسو غير ماتريكول راقم. ولكن اكثر والعلاقه ديالو مع باه كما كنا كنقولوا كان باه كان قاصح وكيشوف راسو هو قدام باه صغير وبلا قيمه. قصة هاد غريغور سامسا ما هي إلا انعكاس رسالة مباشرة بالنسبة ليك، يعني بحال هو كيفاش كان كيشوفوه الناس بأنه هو غير حشرة ما عندوش قيمة في الوقت اللي أنه فقد العمل ديالو مبقاش قادر يكون منتج في واحد المجتمع اللي ما كيآمنش بالضعف، واحد المجتمع اللي قاسي. كافكا كان عنده واحد الفكرة خطيرة بلي التحول الحقيقي ما كيوقعش فجأة، كيوقع بشوية نهار على نهار حتى كتفيق وكتلقى راسك ما بقيتيش هو انت. دابا الا جينا نشوفو هكا القصة وبغينا نحللوها، نلقاو الكاتب كيقول هي غتشوفوا القصة شويه اكستريم، والقصة عندها ابعاد. برا هاد الروايات هادو علاش بعض الناس كيلقاو فيهم صعوبة وكاين كيبغي يقرا متيقدرش يقراهم؟ علاش؟ حيت الطريقة كيفاش كيتحللوا الروايات هي واحد الطريقة اللي قديمة، وكتسمع واحد الانسان تيبقى يهضر وتيبقى يفسر شي حوايج بواحد الطريقه عميقه، بواحد الطريقه شويه تقليديه خشبيه، وكتخلي الناس كيشوفوا ديما دوك ميزونكور رواق ما نعرفش ديك البرامج، وكيشوف كيهضروا مثلا على هادي وتلقاو كتسحبهم حتى كيهضروا على حوادث السير ولا تيرمو. ما كاينش داك البعد الفني وكتلقى داك البعد الادبي المحض. والاداب ديما تكون فيه واحد البعد فلسفي وواحد البعد فني، حيت الفن هو حيتاش اللغه باش تعرف الفن علاش جا. الفن جا باش يقول لك بان اللغه ما غير كفيله انها تعبر على المكنونات وعلى الخوالج وداك الشيء اللي كيدور في الدماغ وداك الشيء اللي كيحس به الانسان، وان التعبير اللغوي كيبقى تعبير ناقص. وباش انا نعبر خصني نستعمل رموز ونستعمل واحد الصور ونستعمل دي كاريكاتير وهادشي باش نقدر نوصل الفكره بعمق. هذه كتبقى دو 1 دو 2 هما دوك الحواجز لا لي بارير اللي كيداروا بانك ما تقدرش تكتب في اي سوجي. دونك كتحتاج انك تصيف ديك الرساله عن طريق رموز وعن طريق هذا باش كتخرج من ديك الرقابه والميساج ديالك تيدوز. حيتاش راكم عارفين لا ما نبقاو نفسروا. المهم فهاديك الوقت اللي كان كافكا كيكتب راه كانوا رقابه وكانوا بزاف ديال الامور، كان صعيب عليه انه يفسر بطريقه واضحه. فكان كيقول لك انا نبرقم وانت تفهم. الوغ وهذا هو هذا هو الفن، هذا هو الجميل في الفن. دونك هو كيبغي كيكريتيكي واحد النظام بيروقراطي ونظام صارم اللي فيه خدم بنادم مهلوك بالديون وخصو ديما يبقى منتج، وان العالم كامل ابار داكشي اللي كتدخل وداك الانتاج وداك الفلوس اللي كتجيب، انك راه الكوتي ديال الانساني مقتول. انت بالنسبه لك آلة ديال الانتاج، نهار ما كتبقاش تصالح الناس كيشوفوك كحشره. دونك
الاب ديالك انه واخا هو اقرب واحد ليك، راه في اي لحظه يولي هو اكبر عدو ليك. والاب ماشي هو الاب بصفه ولا الام ولا هذا، غير هو بغى يوصف لك بان اقرب الناس ليك يقدروا يكونوا هما اكبر، هما يولوا هما الاعداء، وانهم اكثر الناس كيجرحوك وكيأذوك بلا ما تشعر. وهما اللي عطاونا ديك الفكره ان با شير عليه بهذوك التفاحات. وهما دوك الوالدين براسهم راه ضحايا حيت خاضعين لواحد المجتمع اللي قاسي بزاف، دونك ما عندهمش لا مارج باش يبقاو يطبطبوا عليك ولدي هذيك هذاك هذا كيهضر على كيعطي ليكستريم. ومثلا كيجي بدافع الحب وبدافع كذا ويجي يقول لك ما فقتيش درتي كذا، يقول لك شي كلمه تجرحك وانت ما عارفش، وداك الجرح كيبقى ينخر فيك بحال هذيك التفاحه بقى انخرط في الجسد ديالو حتى مات. والاكستريم انه تحول حشره. الفكره هو انه انت تاني ممكن يكون ليستيم دو سوا ديالك طيح، انت كتشوف راسك عادي ولكن الناس كيشوفوك كحشره، والقيمه ديالك ما كتساوي حتى حاجه مادام انت ما صالحش ليهم، مادام انت ما كتنتجش. هذا هو اللي باغي فيك. وحاجه اخرى كيقول لك بانه هنا كنمشيو لختو الصغيره اللي كتعطف عليه وكتبغي وكتجيب ليه الماكله وهذه، انه راه واخا هذيك العاطفه اللي كاينه، راه هذاك الشخص اللي واقف معاك، مرتك ولا اختك ولا امك ولا هذا، واحد الوقيته منين انت ما كتبقى في هذيك واحد يعني كتبقى في هذيك يعني انت كتكون القيمه ديالك هابطه، وانت هذا راه واخا داك التعاطف ما يقدرش يحل المشكل. يعني داك الشخص اللي كيتعاطف معاك واحد الوقت غيعيا وغادي يمشي، غادي يحس بك بانه عبء عليه، لانه كل مره كيبدا يعطيك في الطاقه بحال كيشحنك وانت ما كتشحنش، دوك كتبدا تسرق ليه في الطاقه ديالو وما كتفيد والو كيمشي هذا. وكتبقى حتى الاخر ديالك وكتزيد في الصمت، والناس كيكملوا الحياه ديالهم لانك انت في الاول وكان كيتسحاب لك بان العائله ديالك راه ما غتعيش بلا بيك، وراه هذه اكذوبه وكتكذب بها على راسك. وكيحاولوا الناس يفهمك بانه راه انت مسؤول على هذه وهذه وهذه، انت ما مسؤول على حتى شي حاجه، انت مسؤول على راسك. وفي وسط هذاك المسؤوليه على راسك انت كتهز معاك ناس اخرين، ولكن ماشي انت مسؤول على دوك الناس. واحد النهار انت ما قادرش تخدم، راه ما قادرش، دونك هذوك الناس قادرين يعيشوا بيك ولا بيك، وهادشي بيوصل الكاتب انه في الاخر راه كملوا حياتهم وخدموا ودبروا على راسهم وما ما كانوش، وزعما ماشي هي نهايه الحياه مني مات. لو كان هو نيت عنده دور مهم وكذا كانوا هما في الاخر تشردوا وهذا، وما كاينش هادشي. يعني الناس قادرين يكملوا الحياه ديالهم، قادرين يعتمدوا على نفسهم. دونك هذا هو اليدين اللي بغى يوصل لينا الكاتب. هذه ما كنقولش الحقيقه، كنقول لكم هذا تحليل ديال داكشي اللي كيوصل الكاتب في الكتاب ديالو. يعني واحد الانسان اللي كان كاره للبيروقراطيه وخدمه الدار كان انسان كاره ليها، وغتلقى في بزاف ديال الروايات ديالو هو هادشي، لدرجه انه بعض المواقف اللي ما عندهمش تفسير كانوا كيتسموا بالمواقف الكافكاويه. مشيتي قالوا لك سير ما امتى ما نعرف، ما كاينش دابا الطوسيسه باقي، كتمشي يصاوب واحد الورقه تيديروا ليه بحال هكا. وراه كاينه واحد الروايه ديالو جو كخوا سميتها المحاكمه، تنعاودو نهضروا عليها مره اخرى، حتى هي كتهضر على هادشي. هذا كيهضر على ليكستريم، ولكن هادشي مالوغوزمون باقي كاين. دونك غروسو مودو روايه جميله، فن، طريقه ديال الكتابه شويه فلسفيه بزاف. وباش نختموا هاد البودكاست الجميل، هو خصك تعرف بلي كافكا فاش باغي يموت اش كان كيدير؟ كان كيجي من الخدمه، كان كيجي كيبدا يكتب، وكتب بزاف ديال الروايات وحطهم. نهار ما يموت قال صاحبو، قال لي شد هادشي، هاد الروايات ديالي حرقهم. هذاك خونا ما حرقهمش ملي مات شدهم ونشرهم دخل بهم صريف. هذيك الغدار ديال داك خونا هو اللي خلانا نستمتعوا اليوم. كون هذاك خونا ما غدروش كنا اليوم ما غاديش نستمتعوا، وغاديش نشوفوا هاد الكتوبه كاملين ديال الجمال اللي كان يحرمنا من هاد الخير اللي عند السي كافكا. صراحه شحال من واحد فينا راه عنده عطا الله ما يعاود، عطا الله ما يقول، عطا الله ما يدير. وشحال من واحد فينا مسكين ميت في هاد السيكل هذا ديال الدار الخدمه وعنده مواهب وعنده شغف وعنده. كما في الحلقه اللي فاتت هضرنا على عمر الحمزاوي اللي كان
عاش الفلوس وعاش داكشي وهذا وما لقاش الاجابه في الكتاب ديال نجيب محفوظ. فكنلقى هنا كافكا في العكس، واحد خونا اللي كان كيمشي للخدمه وهذا واللي كان مقشور بالخدمه ومشى ليكستريم، يعني في تحت الفقر كنهضروا، وفي الاخر لقى راسو ان القيمه ديالو ما كتساوي حتى شي حاجه عند الناس، وانه دوك الناس اللي كان عادير لهم الاعتبار داكشي ما كيساوي عندهم والو. يعني اخي الانسان الفكره وشنو نستافدوا من هذه القصه كما عهدنا ديما في لي بودكاست نهضروا على هادشي، وهو الانسان ديما خدم على راسك، ديما يكون راسك هو لوبجيكتيف. ما فيها باس نعاون العائله ديالي المحيط ديالي وداكشي بداك الشيء اللي قدرت عليه، ولكن ديما نكون انا هو عماد الخيمه اللي داير عليه داكشي. يعني انا الحياه ديالي اول هدف ديالها هو انا، من بعد الاخرين. اللهم ارحمني ارحم والدي. كنشكركم على حسن التتبع، وبغيت ندير واحد الوقيفه هذاك قبل ما نساليو. بغيتك اسيدي قبل ما تسالي هاد الحلقه بغيتك دير واحد الحاجه ساهله، قف فوق المرايه وسول راسك واش انا باقي انا ولا غير آلة خدم وكنعاود داكشي كوبي كولي. حيت كافكا في القصه ديالو ما كانش يهضر على غريغور، راه كان كيهضر علينا كاملين. وردوا البال راه التحول ما تنتظرش راسك واحد النهار غتفيق تولي حشره ماشي هادشي، ولكن راه في الداخل ديالك غيبدا التحول. ربما كافكا في هاد الروايه بحال كان كيجاوب على داكشي الاسئله اللي كان كيطرح نجيب محفوظ في الكتاب ديالو الشحات جو كخوا. ايوا سيدي كنشكركم على حسن التتبع، تبارك الله عليكم، وساعه سعيده في بودكاست واحد اخر ان شاء الله.